2000. بدات فكره المجله بعد الثوره مباشره. كان اغلب الفريق العمل بيشتغل في القطاع السياحي بصفه عامه. ابتدى الناس ابتدت تفقد شغلها بسبب الاحداث اللي كانت حاصله في البلد. فابتدينا احنا نفكر في طريقه نبدا ان احنا نوظف مجهودنا بطريقه تنفع البلد، ونقدر ان احنا نعمل هدف كنا بنحلم بيه من زمان. فابتدينا ان احنا نعمل ويب سايت، موقع الكتروني. ده كان اول موقع. ايه الهدف اللي كنتوا بتحلموا بيه من زمان؟ احنا من زمان يبقى في حاجه في مصر بتتكلم، حاجه في اليابان بتتكلم عن مصر يعني كاخباريا ثقافيا من كل النواحي يعني. فعملنا اول موقع الكتروني مصري بيتكلم عن اخبار مصر بس بطريقه نوصل للمتلقي الياباني احنا اخبارنا ايه باسلوب محايد، مش اسلوب يعني ممكن يعني يرجع على حسب مين اللي بيكتبه ليه يعني. باسلوب موضوعي. باسلوب موضوعي تمام. ليه خصصتوا لغه المجله اللغه اليابانيه؟ يعني هو في البدايه كنا اول مجموعه اتجمعت مننا، كان في معانا زميلنا مصطفى الله يرحمه وعبد الرحمن وانا، فكلنا لينا علاقه بدراستنا بالياباني ومرشدين ياباني وكده. فكانت البدايه ان احنا حبينا لما جت فكره المجله من عبد الرحمن اللي هو يعني فكره الموقع في البدايه بدانا نشتغل فيه، وكان الاساس الياباني، كان فيه اكتر من لغه بس هي الياباني كان اكتر. انا ملاحظه ان احمد عايز كنت عايز اقول حاجه. صديقنا مصطفى يعني الله يرحمه مرشد سياحي، حصل حادثه على طريق ابو سمبل وانتقل الى رحمه الله. هو كان معاه شغله كده، فهو كان شاعر وعامل ديوان اسمه شاهد عيان. دي صورته، هو اللي عامل ديوان كامل. كان شاعر وفنان وكل خلافا ان هو مرشد سياحي وكان بيؤدي عمله. ودي كانت هوايه لمصطفى، كانت هوايته. فهو حضرنا حاجه يعني يا ريت بس كان حادث يعني حادث ضمن حوادث السيارات على الطريق، حوادث الطرق يعني. كان شغل معاه جروب حوالي من اسبوع تقريبا. هو كان عامل من ابو وراجع من ابو سمبل لاسوان معاه فوق سياحي، اتقلبت العربيه الله يرحمه. رحمه الله يرحمه. طب انا هو عامل هنقول حاجه من اللي كتبه. كان عامل ديوان شعر باسم ابني. هو كان مؤلفها لابنه يعني. لا مؤلفها لابنه. معلش بس اقوله باللهجه الصعيديه، انا اصلا من محافظه قنا. جميل. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: نفسي يا رب ابني عسله على الاصول، يفضل بكلمه ثابته مهما اللي يقول. نفسي اشوفه بعينيا يكبر ما بين ايديا، ويخش المدرسه ويكون اذكى العقول، ينجح بدرجة عالية على كل الفصول، واشوفه يكبر اكتر. ادعي ان عمري يطول، واشوفه في الكلية ويشيل المسؤولية، ويكون راجل صريح ويكون راجل مسؤول. يا رب يا عليم يا حي يا كريم، حقق لي حلمي وافضل جنبه طول السنين. يجي ويقول يا بابا انا عاوز العيدية، عاوز لعب كتير وعاوز اجيب عربية، اطم الفرحة بيه والفرحة بين عينيا، يوم ما اجيب له لعبه وياخدها من ايديا. يجيني يقول يا بابا لقيت بنت الحلال، نفسي اخطبها من ابوها واجيب دستة عيال، واشيلهم بين ايديا واشوفهم حواليا. دي فرحه زي دي ما بتتشرش بمال. يا رب يا عليم يا حي يا كريم، حقق لي حلمي وافضل جنبه طول السنين. ربنا يرحمه. ربنا يرحمنا جميعا. لو توجهنا لليابان والسياحه اليابانيه ارتباطا بالسياحه المصريه، هل تعتقدوا ان السائح الياباني لابد من جذبه يعني، وليه بقى يعني؟ هو بالنسبه بالذكر يعني، هو بالنسبه للسائح الياباني يمكن من نوعيه السياحه اللي بتيجي فترات طويله في مصر. بياخد فتره طويله بيقضيها في مصر علشان الثقافه المصريه. يمكن اكتر حاجه بيجي فيها اللي هو بيجي عشان خاطر يفهم الاثار المصريه ويفهم الثقافه المصريه، ويمكن ده عامل جذب مهم جدا بالنسبه له. 3/4 العالم ما فيهمش اثار مثل مصر، يعني مصر فيها تلت اثار العالم. هو بيجي ياخد الثقافه بتاعته من خلال بيفهم مصر عن طريقها. طيب دايما بيبقى في اهداف يعني قصيره الاجل او طويله الاجل. بالنسبه لكم انتوا القصيره المدى، الاهداف القصيره المدى من انشاء هذه المجله، وبعدين من ثم نذكر الاهداف البعيده. يعني هو بالنسبه للاهداف احنا الحمد لله يعني يعتبر حققنا جزء مش قليل، ان احنا ابتدينا اول موقع بينقل اخبار، فبدات ان الموضوع اتطور بقى في مجله. المجله دي اتوزعت في اليابان وعملت صدى كويس جدا. لكن هو طبعا يعني احنا يعني احلامنا طبعا اكبر من كده بكتير، ان احنا يعني حتى لو احنا وصلنا الناس شافت ان احنا عملنا نجاح كبير قوي بالموضوع دوت. المجله لما راحت هناك عملت
يعني صدى كويس عند اليابانيين. احنا شايفين ان احنا محتاجين برضو، لان حضرتك عارفه الدعايه للسياحه في مصر في بلاد كتير مش احنا اللي بنعملها، يعني تعتبر الاثار هي اللي بتدعي لنفسها، لكن احنا ما خدناش اي خطوات يعني، او طبعا في خطوات بتتاخد بس مش بالشكل المرجو يعني. فاحنا بنحاول ان احنا المجله دي عن طريقها ان احنا نعمل دعوه للسياحه في اليابان ان هم يجوا مصر، وعلى قد ما نقدر طبعا بحيث ان يعني تكون سبب. كان ايه مردود الفعل من قبل السائح الياباني؟ هو رد فعل بالنسبه للمجتمع الياباني بصفه عامه الحمد لله، يعني احنا بيبان حتى من رد فعل الناس وردودهم بالنسبه لنا وايميلاتهم وكده. الناس الحمد لله يعني مبسوطين جدا بالمجله. وفي يتشكل رد فعلهم بشكل ايه؟ الكيفيه في كيفيه كتير، يعني في اوريدي احنا جات لنا ايميلات من ناس كتير بيطلبوا ان احنا نستمر وما نتوقفش يعني. فدي كانت حاجه من الحاجات. حاجات ثانيه ان ناس كتير ابتدوا يبعتوا لنا طب انتوا هتوزعوا بعد كده فين؟ عاوزين نروح ناخد الحاجات دي من يعني عاوزين نعرف اماكن التوزيع الثابته بالنسبه لنا. حاجه ثالثه ان ابتدى يبقى ناس بتبعت لنا احنا عاوزين احنا نبقى مصدر توزيع بالنسبه لكم. فده الحمد لله بالنسبه لنا يعني يعني بيقيس لنا قد ايه رد الفعل بالنسبه للقارئ الياباني يعني. في برضه المركز الثقافي الافريقي في اليابان احتفل بالمجله بتاعتنا كمجله برضه افريقيه برضه بتصدر في اليابان. الرابطه الافريقيه في اليابان احتفلت بالمجله كنجاح افريقي هناك. فدي حاجه. في يوم 27/1 اللي فات في ندوه بتاعنا عن السياحه في مطار كانساي في اوساكا. كانت مصر هي موضوع الندوه، واختاروا المجله بتاعتنا تبقى ضيف شرف تتوزع في الندوه يعني. فكده الحمد لله بيقيس قد ايه كده بتمثلوا مصر وبيساعد من الشأن. هو بالظبط يعني حضرتك برضه عارفه ان اي اخبار يتعلق طبعا بالسياحه هو اي اخبار بتتنقل لليابان، يعني احنا شفنا الاخبار بتتنقل عن مصادر ثانيه مش عن مصر. فاحنا نتمنى ان احنا المجله توصل لمرحله ان هي لو حد عايز يعرف خبر عن مصر يبقى عن طريق مجلتنا، عن طريق مصدرنا احنا او الموقع بالظبط. لان طبعا حضرتك عارفه الاخبار بتوصل بطريقه مش كويسه في حاجات كتير. احنا ابتدينا نعمل حاجه. فرصه تقولوا الموقع الالكتروني للمجله. هو الموقع الالكتروني موجود دلوقتي ممكن نقوله. طب لغايه ما تذكروا الموقع، انتوا امتى اصدرتوا بالظبط المجله؟ ده كان في شهر 11 السنه اللي فاتت. العام الماضي ده اول شهر 11 شهر نوفمبر 2012. المجله عشان خاطر الامكانيات وكده بتصدر كل 3 شهور. تمام. ان شاء الله احنا محددين ان شاء الله هنستمر كل 3 شهور. ربنا وفقنا وقدرنا نلاقي سبونسر وراعي شركه سياحه. الرعاة يعني الدعم. ابتدينا نلاقي راعي هو شركه سياحه، وابتدينا احنا ان شاء الله هنستمر. هو بيطبع لنا بس النسخ حاليا. هو الراعي نفسه بحييكم طبعا. هو الراعي نفسه طلب مننا نشكر ان شاء الله طبعا. احنا بنحب نشكر طبعا الراعي بتاعنا ان هو بيطلب مننا كمان ان احنا نستمر وما نوقفش يعني. صحيح. ودعمه متواصل لينا الحمد لله. مين اللي بتشكره؟ الراعي. ممكن اقول الراعي؟ لا هو الشكر وصل له بطبيعة الحال. شكرا جزيلا طبعا لكل مواطن مصري بطبيعة الحال ايا كانت الفئات والشرائح، ايا كان مجال العمل، ما دام بيساعد في اعلاء مصلحة الوطن. طيب لو احنا يعني قلنا يعني بالتحديد النسبة المئوية اللي انتوا حققتوها، انتوا قلتوا من شهر 12 العام الماضي. 11 بدأنا في شهر 11 لكن الموقع كان قبل كده سنة ونص. النسبة اللي حققتموها يعني من الإقبال على هذه المجلة والعائد فيما يتعلق طبعا بالسياحة. هو النسبة في عندنا احنا ماشيين في بنقول لو هنقول نسبة في حاجتين. هنقول نسبة النجاح ونسبة أهدافنا احنا كمجلة. النجاح احنا اعتقد من رد فعل القارئ الياباني بصفة عامة احنا 90% من اللي كنا احنا عاوزينه او متوقعينه، وده الحمد لله باين من رد الفعل مع أول عدد يعني مع بالنسبة أول عدد كمان يعني احنا مش ثاني عدد او كده، ده من اول عدد. فده باين قد ايه الحمد لله القارئ الياباني كان مستني حاجه زي كده، ودي كانت مبادره كويسه جدا بالنسبه لنا الحمد لله يعني. ربنا وفقنا هدينا الفكره يعني حصل صدى حقيقي في الشارع الياباني كويس جدا يعني. في صدى عالي جدا عند المجتمع الياباني جدا طبعا. هقول لحضرتك الايميلات بتجي لنا يا ريت تستمروا ما توقفوش. طب ادوني كده ابرز الامثله خلافا اللي انت ذكرته. طب انا ممكن اذكر برضو صديقنا عبد الرحمن، هو لاعب سومو مشهور جدا في اليابان، عمل طفره كبيره في لعبه السومو هناك. عبد الرحمن مفيش حد في مصر بيسمع عنه. هو للاسف طبعا عبد الرحمن هو يمكن عمل طفره كبيره جدا في لعبه السومو، والصوره بتاعته موجوده اهي حاليا في لعبه السومو. ايوه طبعا. ده طبعا عبد الرحمن صديقنا برضه هناك في اليابان حاليا.
يمكن من ابرز، يمكن الناس كلها عايزه تعرف قصه حياه عبد الرحمن في اليابان هناك، عايزين يعرفوا طب هو في مصر احنا اهله بنوجه ازاي له يعني. تحيه في كل طبعاً. شخص طبعاً. يعني، هو ما حدش يعرف في مصر خاصة إن هو مفيش حد المواطن يعرفه المصري هنا ان في هو مصر. بيساعد حتى لو بعيد عن طبعا لو بلاده هو بيساعد يعني يمكن عامل بشكل سكور أبرع. عالي جدا في اللعبه. سريعا كده قولوا لي ايه بالنسبة خططكم ومشروعاتكم المستقبليه؟ ممكن عبد هو الرحمن. ان شاء الله يعني احنا بنحاول ان احنا في المستقبل ان احنا نكون زي ما وضحت لك قبل كده اهم مصدر، لو اي حد في اليابان حابب ان هو يعرف اخبار عن مصر ان هو يعني يرجع لينا المجله بتاعتنا. ودي حاجه تانية، احنا عاوزين نبقى بجد كيان قوي في اليابان بيوصل معلومه عن مصر، نبقى بنهدف اساسنا لتنشيط سياحه، ونتمنى يا رب جهودنا دي تستمر على خير، ونقدر ان احنا نعمل حاجه للبلد ان شاء الله. نقطة صغيرة يعني أنا دايما اتفضل. بحب أتكلم فيها، إحنا احنا أغلبنا كلنا شغالين في المجلة فولunteers، مش بناخد مقابل بدلها أو مش جميل. بناخد أي مقابل. كل شغال متطوع كله تطوع في المجلة. في الفتره دي لازم كله يتطور لا عموما لا، احنا حتى يعني الفكره نفسها للنهوض بالبلد يعني. ونقطة تانية الفكره مهمة، نفسها احنا مش ناويين يعني، كلنا من اول ما اتجمعنا قلنا إن احنا شاء هنشتغل الله. متطوعين يا جماعه ان شاء الله. في نقطة مهمة برضو يعني بحب برضو سريعا نقطة مهمة بسرعة يعني أقولها. اتفضل. احنا يمكن في المجلة احنا لا نتبع أي حزب، لا نتبع أي سياسة، لا نتبع أي اتجاه، هدفنا فقط هو توصيل صوت مصر الحقيقي، صوت الشعب الحقيقي وهذا هو الاهم فده والاجمل في يمكن الامر، احنا يعني وهيوصل ما دام أكيد إن شاء الله. نتمنى يا ريت مسانده البلد لينا يعني. الضمير الوطني هو ده. بتوجه بكل التقدير والشكر لضيوفنا الاعزاء، مرشدي السياحه الاستاذ احمد فاروق، شكرا ليك. الاستاذ عبد الرحمن، شكرا ليك. الاستاذ محمد فوزي، شكرا ليكم. مرشدين سياحيين، والارشاد السياحي مهم جدا، ونتمنى ان شاء الله النهوض بالبلاد مش بس فقط في السياحه ولكن في كافه المجالات. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل قصير ونرجع ونستكمل باقي فقراتنا.